مسا مسا يا رؤوف. لا يا نجم، ما تسيبنيش لوحدي كده. اقول لك مسا مسا يا رؤوف تقول لي مسا مسا يا هيمو. بقول لك يا رؤوف، دوست لايك ولا لسه؟ ها، انزل دوس لايك دلوقتي. بقول لك يا رؤوف انزل دوس لايك. وبقول لك ايه بالمره، ما تنساش تعمل ايه بقى، سبسكرايب واشتراك وشير بقى في القناه الاول كده قبل ما نخش نشوف الفيديو بتاعنا هيقول ايه. تعالى لي بقى يا رؤوف اللي سايب نفسك كده من غير جيم ولا نظام اكل، والدنيا باظت منك خالص ومش راضي تروح تصيف عشان الدنيا الجسم باظ. اقول لك السر معانا النهارده في ايه. انا بقى النهارده مش جاي اقول لك ازاي تعمل نظام اكل ولا ازاي تتمرن ولا الكلام ده كله، لان الكلام ده اتهرس قبل كده 1000 مره وناس كتير بتقوله. انا جاي لك في حاجه تانية خالص، ازاي تهيئ نفسك ان انت تمشي على نظام اكل لمده طويله، ازاي تخلي ان ده لايف ستايل ليك انت تقدر تمشي عليه. لان طبعا كلنا عارفين ان احنا مش بنلتزم بالنظام الاكل وبنزهق بسرعه، بنزهق من الدايت. طبعا الاكل التاني بيجرك ان انت تاكله، عايز تروح بقى تاكل فاست فود وسكريات والحاجات ديت. انا بقى جاي النهارده اعلمك ان الدايت مش حرمان. ده اللي انا جاي اقوله جديد؟ لا لا لا، مش ده اللي انا جاي اقوله جديد. انا جاي اقول لك بقى ايه، ازاي تهيئ نفسك ان انت تعمل نظام اكل بدون حرمان. ازاي تخلي المينتاليتي بتاعتك ان هو يبقى بتاكل اكل هيلثي طول الوقت وفي نفس الوقت ما انتش حارم نفسك. ازاي تعمل الاكل بتاعك اللي هو زي الفاست فود والسكريات، وازاي تدخل جسمك نسبة سكريات بس بطريقة صحية. تعالى لي بقى اقول لك ازاي تطور المينتاليتي بتاعتك لحاجة زي كده وتبدأ تهيئ نفسك ان انت تمشي لمدة طويلة في الدايت بتاعك من غير ما تزهق او تمل او تحس ان انت عايز تاكل سكريات. فانا جاي اقول لك بقى ان النهارده مشكلتك ديت مش ازاي ان انت تلتزم بنظام اكل او تمشي مع مدرب، لان ما تسمعش كلام اي حد يقول لك انا هعمل لك نظام اكل وهخسسك والكلام ده كله. لان الحاجه ديت لازم تكون نابعه من جواك، من هنا، من عقلك، من مخك. لازم تهيئ مخك او عقلك ان انت هتمشي على نظام اكل معين، بحيث ما تحسسش نفسك ان انت عامل دايت، ما تحسسش نفسك ان انت حارم نفسك من حاجه. فتعالى ببساطه بقى اقول لك ازاي تأقلم نفسك على الوضع ده. اعتبر اللي انت فيه دلوقتي مشكله. طبعا لما يبقى في مشكله عقلك بطبيعه الحال بيحاول ان هو يدور على حل، فخلينا نعتبر دي مشكله وتعالى نشوف ايه الحل بتاعها. انت بقى دلوقتي اعتبرت ان دي مشكله، هندور على حل. لازم ايه بقى؟ نتأقلم على الوضع الجديد. لازم تبدأ تغير اللايف ستايل بتاعك، تبدأ تصحى بدري، تبدأ تقلل السكريات من اكلك، تبدأ تقلل العيش. ولازم يكون ده طالع من جواك، مش مدرب اجبرك على حاجة ان انت تعملها في دماغك حاجة معينة بتعمل ده عشانها. لا، انت بتعمل دوت عشان تحسن صحتك وتحاول ان انت تقلل من السكريات، العيش، الحاجات المقليه في الزيت. الثلاث حاجات دول اصلا كفيله ان انت تبدا تطور من صحتك. الحاجه التانيه بقى بعيد عن الاكل ان انت تنام بدري، تشرب ميه كتير، تعمل نشاط كل يوم على الاقل حوالي 10 دقائق. بس طبعا زي ما قلت لك انت ممكن تسمع الكلام ده من ناس كتير. انا مش جاي اقول لك النهارده ان انت تعمل الكلام دوت، انا جاي اقول لك ازاي تخلي عقلك متأقلم على الوضع دوت. هو اللي دايما بيحاسبك، مش مدرب بيحاسبك او ميعاد معين انت بترتبه له عشان تظبط اكلك عشان يبقى شكلك حلو. لا، انت عقلك دايما هو اللي بيقول لك او بيحسك ان انت تتمرن، تحافظ على الاكل، ما تبوظش الدايت. فعشان كده النهارده انا جاي اقول لك ازاي تعمل لايف ستايل جديد ليك، بحيث ان انت تبعد عن كل الحاجات اللي بتبوظ صحتك ديت. فزي ما قلت لك طبعا احنا هنتعامل مع الوضع دوت على انه مشكله ولازم تتحل. فانت حط قدامك دلوقتي ان انت في مشكله او اعتبرها مرض زي ما تحب. انت دلوقتي هتحط حته ان انت عايز تعمل فورمه ديت مشكله، او انت عايز تحسن صحتك. زي ما قلت بطبيعه الحال العقل هيبدا يحاول يحل المشكله ديت، فهو هيبدا يحسك ان انت ما تبوظش الدايت، تقلل السكريات، تقلل اكل العيش شويه. فانت بالتدريج كده هتبدا تقلل الحاجات ديت. فعشان كده انا دايما بقول انا مش برجح فكره ان انت تروح تمشي مع مدرب ويحط لك نظام اكل. انت طبيب نفسك، انت اللي تعرف تعمل دايت لنفسك، انت اللي عارف انت بتاكل ايه ومش بتاكل ايه. المدرب معلش مش قاعد معاك 24 ساعه. انا ممكن يقول لي امشي على نظام كذا وادفع له فلوس والكلام دوت، واجي برده ما انا الحاجه المسيطره عليا في ان انا ما اكلش او اكل او اظبط اكلي او الكلام ده كله اللي هو عقلي، مش المدرب بتاعي. فحته بقى انك تروح من المدرب مخصوص تقول له اكل ايه او مش اكل ايه او اعمل لي نظام اكل او الكلام ده كله ولا اي حاجه. ده طبعا ولا اي حاجه. انت المسيطر الوحيد على نفسك. ازاي تخلي المينتاليتي بتاعتك او العقليه بتاعتك ان انت تبدا تحافظ على اكلك؟ لازم انت اللي تهيئ نفسك
للكلام دوت، انت اللي تهيئ نفسك ازاي تبدا تاكل اكل صحي بشكل كبير، ازاي تحاول ما تبوظش الدايت، يبقى انت الرقيب على نفسك. فطبعا في نهايه الفيديو لو حابب تعرف ازاي تبدا تنمي الموهبه بتاع المينتاليتي ديت ان انت تاكل اكل صحي، او تبدا تطور من نفسك، تبدا تطور من شكلك، اكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو دوت حابين تعرفوا ازاي تطور عقلك، ازاي تبدا تتعامل مع الوضع على انه مشكله وتحل المشكله ديت. اكتب لي في الكومنتات زي ما قلت. وطبعا في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وطبعا على كل صفحات السوشيال ميديا. لو حبيتوا السلسله دي اكتبوا لي في الكومنتات هل اكمل فيها ما اكملش، ازاي اعلمك ازاي تتمرن صح، ازاي تتمرن، ايه التمرين اللي يفيدك، ايه التمرين اللي مش يفيدك. سلام يا رؤوف.